الكركديه بيوطي الضغط؟ لو بتعمل كركديه لابوك اللي عنده ضغط، اللي بياخد حبايه الضغط كل يوم في الحر اللي احنا فيه ده، استنى ثانيه عشان الفيديو ده ليه. بص يا باشا، الكركديه فعلا بينزل الضغط، وده مش كلام حكاوي ولا كلام قهاوي. في ميتا اناليسيز، يعني مجموعه دراسات اتعملت، لقوا ان الكركديه بينزل الضغط الانقباضي بتاع القلب حوالي 7 درجات. 7 درجات ده رقم. طيب، ما جميل حلو، فين المشكلة؟ المشكلة بقى ايه؟ ان الناس بتاخد الكركديه طول الصيف، تلاقي واحد بقى الصبح ياخد حباية الضغط، وفي نص اليوم يشرب كوباية الكركديه وهو شغال في الحر اللي بيوصل ل 40 وزيادة وعمال بيعرق طول اليوم. فهنا بقى الناس بتتقسم لحاجة من 3. حد يجي يقول يا جماعة ده الكركديه ده تحفة، جميل، خلاص فاكس بقى دواء ضغط، مش هاخد دواء ضغط. وهنا هنرجع نقول اي حد بيوقف دواء من دماغه دائما وابدا هيكون غلط. ما توقفش ابدا دواك من دماغك. وفي جزء تاني هيقول طب يا عم انت هتخوفنا ليه من الكركديه؟ ما بلاها كركديه. وانا مش جاي اقول كده، انا كل اللي جاي اقوله ان الشخص اللي بياخد دواء ضغط وبياخد كركديه، اللي هو اصلا جزء منه مضر للبول شويه، بيفقد ميه واملاح في الحر اللي احنا فيه دوت، اللي هو بيوطي الضغط وبيفقد ميه واملاح، التلاته ماشيين في اتجاه واحد. وفي الجزء الثالث اللي هو بيعمل ايه؟ بياكل اللي ياكله، بيشرب اللي يشربه، مظبط اكله، بياخد دواء، كوبايه الكركديه اللي بيشربها حتى كل كام يوم، بيقيس ضغطه بانتظام، بيتابع مع الدكتور بتاعه. ليه؟ لانه عارف ان هو بياخد حاجه ممكن توطي له ضغطه، فبيقيس ضغطه باستمرار اكتر، بدل ما كان بيقيسه كل اسبوع بيقيسه كل يومين 3، لو يعني بيحب يشرب كل يوم كركديه. بيقول للدكتور بتاعه انا بشرب ايه وباكل ايه، ما الدكتور مش هيعرف من دماغه. والنوع ده اللي انا عايزك تبقى فيه. لو انت نفسك عندك مريض ضغط او اي حد في البيت عنده ضغط، يا ريت يبقى النوع الثالث اللي بيتابع ضغطه باستمرار، لو هو يعني بيحب الكركديه، ويقول للدكتور بتاعه على الحاجات اللي عنده. يلا، سلام.